السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله مع بعض يا سنة رابعة هنحل امتحان محافظة المنيا إدارة بني مزار التعليمية. طبعا امتحان هتقدروا تلاقوه في صفحة 277 في كتاب سلاح التلميذ. طبعا الامتحان ده هو آخر امتحان من امتحانات المحافظات الموجودة في الكتاب. طبعا احنا كل المحافظات السابقة حليناها وتقدروا تلاقوها في فيديوهات على القناة، وكمان هتلاقوها في قائمة تشغيل بعنوان حل اختبارات وامتحانات المحافظات الصف الرابع الابتدائي. يلا بينا نبتدي مع بعض نحل الاختبار الأخير وامتحان محافظة المنيا. السؤال الأول، اختر إجابة الصحيحة مما يلي. العبارة رقم 1، الحاسة المستخدمة لتعرف رائحة العطر. عشان نعرف ريحة العطر هل بنستخدم حاسة التذوق ولا حاسة البصر ولا حاسة الشم ولا حاسة السمع؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتكون شطار، برافو عليكم، أكيد طبعا حاسة الشم هي اللي هتمكننا من معرفة رائحة العطر. أما بقى رقم 2، القدرة على بذل شغل، هل هي السحب، الجاذبية، الدفع ولا الطاقة؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتكون الطاقة، يبقى الطاقة هي القدرة على بذل شغل. أما بقى العبارة رقم 3، من المواد العاكسة للضوء بانتظام، يعني الضوء بينعكس على المادة دي بانتظام، هل الخشب ولا المراية ولا البلاستيك ولا الورق؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتكون شطار، برافو عليكم، المراية. المراية جسم ناعم ولامع وده بيخلي الضوء ينعكس عليه بانتظام. أما بقى العبارة رقم 4، بيمكن تحديد مدى ارتفاع صوت القطار عن طريق نوع الصوت، نمط الصوت، صدى الصوت ولا درجة الصوت؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي إن اللي بيمكننا من تحديد مدى ارتفاع صوت القطار هو درجة الصوت. أما بقى رقم 5 وآخر عبارة، بتلهث لخفض درجة حرارة أجسامها، الحيتان ولا الأسماك ولا الثعالب ولا الخفافيش؟ طبعا الإجابة الصحيحة أكيد هتكون الثعالب، يبقى الثعالب هي اللي بتلهث لخفض درجة حرارة أجسامها. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الأول في الامتحان. تعالوا بينا بقى دلوقتي يا سنة رابعة ننتقل للسؤال التاني. السؤال التاني، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. العبارة رقم 1، هجرة الطيور للبحث عن الغذاء، تكيف سلوكي. طبعا العبارة دي هتكون عبارة صح، الطيور بتهاجر عشان تبحث عن الطعام، ده طبعا تغير في سلوك الطيور، يبقى أكيد تكيف سلوكي. أما بقى العبارة رقم 2، سيارة قطعت مسافة 10 متر في زمن قدره 2 ثانية، فإن سرعة السيارة هي 20 متر لكل ثانية. طبعا في قانون مفروض إننا نكون عارفينه يا سنة رابعة، القانون ده بنستخدمه عشان نحسب سرعة الأجسام. القانون ده بيقول المسافة على الزمن. يعني ايه المسافة على الزمن؟ يعني 10 أمتار المسافة اللي قطعتها على السيارة على الزمن اللي هو مدته ثانيتين، طبعا الناتج هيكون 5. 5 دي هي سرعة السيارة، يبقى معنى كده ان هي 5 متر كل ثانية سرعة السيارة، لكن هو في العبارة بيقول ان السرعة 20 متر كل ثانية، يبقى اكيد العبارة دي عبارة خطأ. دلوقتي بقى هننتقل لحل السؤال التالت، بيمتلك الإنسان البساط الشفاف في عينه. طبعا العبارة دي هتكون عبارة خطأ، البساط الشفاف ده بيكون موجود عند الحيوانات عشان يمكنها من الرؤية في الظلام. أما بقى العبارة رقم 4، بيستطيع النحل التمييز بين الطعم الحلو والمر عن طريق الشم. طبعا العبارة دي هتكون عبارة خطأ. أما بقى العبارة 5 والأخيرة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. طبعا العبارة دي عبارة صح. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التاني في الامتحان. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التالت والأخير. صل من العمود ب ما يناسب العمود أ.
تستخدم في إرسال المعلومات؟ هل الحركات الاهتزازية، ولا تؤدي إلى عدم حركة الجسم، ولا الشعيبات الهوائية، ولا الكتابة، ولا هي الطاقة المكتسبة أثناء حركة الجسم؟ طبعا اللي بتستخدم في إرسال المعلومات من الاختيارات دي أكيد هتكون الكتابة. طاقة الحركة، طبعا طاقة الحركة هي الطاقة المكتسبة أثناء حركة الجسم. طريقة التواصل بين بعض الحشرات، بعض الحشرات بتتواصل مع بعضها عن طريق حركات اهتزازية بيعملوها زي مثلا النحل. أما بقى القوة المتزنة، طبعا القوة المتزنة بتؤدي إلى عدم حركة الجسم الساكن، يعني لو الجسم ساكن وأثرت عليه قوة متزنة هيفضل ساكن زي ما هو، لكن بقى لو في حالة إذا أثرت عليه قوة غير متزنة فالجسم في الحالة دي بيتحرك. أما بقى العبارة 5 والأخيرة، تفرعات داخل الرئة بتشبه أغصان الشجر. طبعا التفرعات دي هي الشعيبات الهوائية. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث والأخير في الامتحان الأخير من امتحانات المحافظات، امتحان محافظة المنيا. بتمنى طبعا ان الفيديو يكون مفيد ليكم يا سنة رابعة، وطبعا ان يكون حل المحافظات السابقة كمان استفدتوا منه. ضروري جدا اننا نحل المحافظات دي عشان نعرف الاسئلة ازاي هتيجي في الامتحان. وطبعا من خلال حلنا للمحافظات دي شفنا قد ايه ان في اسئلة معينة بتتكرر كتير، معنى كده ان الاسئلة دي مهمة ووارد بشكل كبير ان هي تكون موجودة في الامتحان. وكمان من خلال أسئلة الامتحانات دي عرفنا حاجات مهمة جدا في المنهج، وكمان ركزنا على حاجات كتير، ويعتبر حل الامتحانات دي مراجعة لما ورد في المنهج. بتمنى ليكم كل التوفيق بإذن الله، وبتمنى انكم تشوفوا كل امتحانات المحافظات، وأي حد عنده سؤال يتفضل يكتبه في التعليقات وأنا هرد عليه بإذن الله. واشوف وشكم على خير ان شاء الله يا سنة رابعة في الترم التاني. الى اللقاء. السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله مع بعض يا سنة رابعة هنحل امتحان محافظة المنيا إدارة بني مزار التعليمية. طبعا امتحان هتقدروا تلاقوه في صفحة 277 في كتاب سلاح التلميذ. طبعا الامتحان ده هو آخر امتحان من امتحانات المحافظات الموجودة في الكتاب. طبعا احنا كل المحافظات السابقة حليناها وتقدروا تلاقوها في فيديوهات على القناة، وكمان هتلاقوها في قائمة